7 ألغاز يستطيع الأطفال حلها، ولكنك ستواجه صعوبة في ذلك. اليوم سوف نعرض لكم 7 ألغاز بسيطة يمكن لأي طفل حلها، ولكنك ستجد صعوبة في ذلك إن لم تكن على قدر عال من التركيز. قبل أن نبدأ، لا تنسوا أن تكتبوا في التعليقات كم من الألغاز استطعت أن تحلها بعد أن تنتهوا من مشاهدة الفيديو. والآن لنبدأ. اللغز الأول: تخيل أنه يوجد أمامك 6 تفاحات، وأنت قمت بأخذ 4 تفاحات منهم، فكم عدد التفاحات التي لديك؟ الإجابة لا تحتاج إلى الكثير من التفكير، فسوف يصبح 4 تفاحات فقط. هو لغز بسيط، ولكن قد يصيبك بالحيرة. والآن لننتقل للغز أكثر صعوبة من هذا. اللغز الثاني: إن كان يوجد لديك حوض أسماك به 10 أسماك، غرق منهم 2، و4 يسبحون في الماء، و3 أسماك نفقوا، فكم عدد الأسماك المتبقية في الحوض؟ إن استطعت الإجابة على هذا اللغز بصورة صحيحة فأنت على قدر عال من التركيز، والإجابة الصحيحة هي أن 10 أسماك لا زالوا موجودين في الحوض، فمهما حدث لهم هم لن ينتقلوا من مكانهم وسيظلوا متواجدين داخل الحوض. اللغز الثالث: انظروا لهذه الصورة بانتباه وأخبرونا ما الذي يحدث فيها. هل الفتاة موجودة تحت الماء في حمام السباحة، أم أنها تلعب في المياه على عمق غير كبير في حمام السباحة؟ أمر محير، أليس كذلك؟ على كل حال، لا أحد إلى الآن يعرف الإجابة الصحيحة على هذا اللغز، فعندما ظهرت هذه الصورة لأول مرة سببت الكثير من الجدل على الإنترنت. دعونا نترك الأمر لكم لتقرروا ذلك. اكتبوا في التعليقات ما هي الإجابة التي ترونها صحيحة، وسوف نقوم بسحب الإجابة الصحيحة وفقا لعدد التعليقات. اللغز الرابع: تخيل أن معك حبلان، إن قمت بإشعال طرف واحد من كل حبل سيستغرقان 60 دقيقة ليحترقا بالكامل، فكيف يمكنك جعل الحبلان يحترقان في 45 دقيقة فقط بدلا من 60 دقيقة؟ الإجابة بسيطة للغاية، عليك فقط أن تنتبه قليلا. حل اللغز كالتالي: إن أشعلت طرفا واحدا من كل حبل سيستغرق كل منهما 30 دقيقة ليحترقا، أليس كذلك؟ ولكي تجعلهم يحترقان في 45 دقيقة سنأخذ الحبل الأول ونشعل كلا طرفاه، وبهذا سيستغرق نصف المدة ليحترق وهي 15 دقيقة. أما الحبل الثاني سنشعل طرفا واحدا منه وسيستغرق وقته المعتاد وهو 30 دقيقة، وبهذا سيحترق الاثنان خلال 45 دقيقة بدلا من 60 دقيقة. لغز بسيط، أليس كذلك؟ اللغز الخامس: إذا كان هناك شخصان يلعبان الشطرنج ولعبا 5 جولات، فاز كل منهما ب3 جولات، فكيف حدث هذا؟ يمكن لهذا أن يحدث فقط في حالة واحدة، وهي أن كل منهما كان يلعب ضد شخص آخر ولم يكونا يلعبا ضد بعضهم البعض. اللغز السادس: الصورة التي أمامك مليئة بالطيور، ولكن يوجد وسط هذه الطيور خنزير واحد، فهل لديك القدرة على التركيز وإيجاده؟ إن لم تستطع سأريك أين هو. اللغز السابع: أب وابنه مجموع عمرهما 66 عاما، عمر الأب هو نفس عمر الابن ولكن مكتوب بصورة معكوسة، فكم عمر كلا منهما؟ هناك 3 إجابات لهذا السؤال وجميعهم صواب. الإجابة الأولى 51 زائد 15. الإجابة الثانية 42 زائد 24. الإجابة الثالثة 60 زائد 6. وفي النهاية لا تنسوا أن تكتبوا في التعليقات كم لغزا من هذه الألغاز استطعت حلها، ودعونا نرى مدى تركيزكم.
إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الضغط على زر الإعجاب، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة حقائق وأسرار.